بعرفه ان انا عندي صمام تالف في القلب. انا كنت في الاول بلعب كوره وكده، فكان في كل شويه نهجان، ضربات قلب سريعه، ما كنتش بقدر اخد نفسي زي الاول في الملعب، لان كنت بلعب في ملعب 11 وكده. كنت رايح اعمل عمليه لوز عاديه، فكان في ناس كتير ما بيردوش يعملوها لي. فلما عرفوا السبب عرفوا ان انا عندي صمام تالف في القلب. قعدت ادور على دكاتره تكون كويسه ان هو تعمله لي. في ناس كتير ما كانتش راضيه تعمله، بس بعد كده رحت كشفت عند دكتور خميس. كان الموضوع سهل الصراحه، طمني قال لي الموضوع ما فيهوش مشكله. العمليه الصراحه كانت مريحه، ما حسيتش بحاجه. هو كان وجع بس بتاع الصدر بيبقى في الاول دوت، بعد كده الدنيا مريحه. بعد كده رجعت دلوقتي بقالي بالظبط 6 شهور او 7 شهور. دلوقتي ابتدى يخليني انزل اعمل تمارين خفيفه زي مثلا جري، هروله، الحاجات دي. انا عامل عمليه قلب مفتوح، فاتح نص فتحه صغيره. كان الصمام عندي تالف خالص، غيرت صمام مترالي. دلوقتي انا بلعب فتنس دوت بيبقى فيه اوزان وتحميل والحاجات دي. طبعا الدكتور كان دايما برضو بينصحني مع التمرين والحاجات دي شرب الميه بيبقى كتير، فالموضوع بيحسن جدا ان انا اقدر امارس الرياضه دي. بس برضو بيبقى التحميل لسه واحده واحده، بس باذن الله هقدر اوصل للمستوى اللي انا محتاجه باذن الله.